عليكم ورحمة الله وبركاته. انجو ماكس 3 برو، من بعد ما عملت له ريفيو وخلصنا من الريفيو ورفعت ريفيو على النت والناس بدأت تشتريه، وكل واحد طبعا بيشتري بإرادته. انا ماليش دعوة، اللي بيشتريه بناء على الريفيو بيبقى عايز يعرف مجرد تجربتي معاه مش اكتر، وبيعرف الامكانيات من خلال الريفيو وخلاص. انما انا في الريفيو ما بقولش لحد هات الموبايل ده وما تجيبوش الموبايل ده، لان انا عن نفسي مشتريه من فلوسي، انا اللي مشتريه، مش واخده من الشركه ولا باخد اي موبايلات من الشركه. تمام. المهم الجهاز بعد الناس ما اشترته وبدات تستخدمه، بعد استخدام من حوالي شهر ونص بدا يظهر مع الناس انتفاخ في البطاريه بتتنفخ، تطلع الشاشه بعيد عن الفريم، تفك طبقه الحمايه من جسم الجهاز نفسه. طبعا بتبدا بعد كده رحله ان انت توديه التوكيل، ومن بعد التوكيل تبدا تستناه يغيروا لك البطاريه، تطلع بعد تغيير البطاريه تروح تستلم الجهاز، تفوجئ ان الجهاز متقفل تقفيل وحش. كل الحاجات دي هسيبها لكم بدليل. الاول في سكرين شوت هعرضها لكم دلوقتي، هتظهر على الشاشه فيها الناس لما بدات تتكلم عن المشكله، وارجع لكم تاني من بعد السكرين شوت. المشكله اللي جايه معانا متصوره فيديو، وفيها كمان زي الحوار البطارية والشاشة. ضيف عليهم موضوع ان الشخص ده وهو صديق شخص ليا جاله التاتش بتاع الموبايل 3 نقط بدل 5 نقط، ودي كان المفروض الموبايل يتغير اساسا على طول، لكن هو حظه حلو ولسه من 30 يوم ما استلمش الموبايل من التوكيل متقفل تقفيل حلو. هو جاله الموبايل لكن طلع متقفل تقفيل وحش، ورجعه للتوكيل تاني، ولسه منتظر لما يستلم ويشوف هل مشكلة التاتش والبطارية اتصلحت ولا هياخد الموبايل البطارية متصلحة ولسه موجود مشكلة التقفيل. وكده نكون شفنا السكرين شوت اللي الناس بدأت تعرض فيها رأيها وتقول المشكلة وايه اللي حصل مع الجهاز بعد ما جربته. تمام. نبدأ نشوف بقى ردود الناس اللي تبع انجو ولكن مش انجو مصر، عشان انجو مش موجودة في مصر بشكل رسمي، ونشوف برضو تجربة الناس مع الصيانة وايه اللي لقوه بعد الصيانة او بعد ما ودوا الموبايل بتاعهم من الصيانة واستلموه. هنبدأ نشوف دلوقتي سكرين شوت هتظهر على الشاشة فيها الكلام بالظبط وتجربة المستخدمين. بكده نكون شفنا تجربة المستخدمين وعملوا ايه بعد ما راحوا التوكيل، واللي حصل لهم بعد ما خدوا الموبايل من التوكيل. كده دي هتكون تجربة، يعني حبيت اعمل عنها فيديو عشان اللي يشتري الموبايل يبقى عارف انجو اساسا مش موجودة بشكل رسمي في مصر، فالتعامل عن طريق التوكيل ابلاينس، وبتاخد الجهاز انت ونصيبك، يا متقفل حلو يا مش متقفل.
دي مشكله واجهت ناس كتيره من ضمنهم واحد صديقي. يبقى عرفنا ان اساسا التوكيل بيقفل غلط. مشكله توكيل زيها زي باقي الشركات كلها. التوكيل اللي بيبقى واخد وكاله الشركه دي ما بيشوفش شغله بضمير. واحب انبه لتاني مره، الموبايل بتاعي انا شغال زي ما هو، ما حصلش فيه اي حاجه ولا واجهتني اي كلمه اي مشكله فيه. ممكن تكون اللي حصل مع الناس دي عيوب استخدام، ولكن بنسبة كبيرة عيوب صناعة، لأن في ناس أنا أعرفهم وعارف استخدامهم وواجهتهم نفس المشاكل. اللهم إلا اللي حصل في الجهاز بتاعي من أول ما بدأت أستخدمه لحد دلوقتي المشكلة دي. الجراب بقى لونه أصفر، ودي متوقع أي جراب لأنه جراب سيليكون رديء، فمتوقع إن هو يبقى لونه أسود، يبقى أيا كان اللون. ودي كان الفيديو حابب أعرفكم فيه اللي هيحصل للجهاز. انت هتشتري الجهاز بناء عن مسؤوليتك انت الشخصيه، انا ماليش دعوه. الفيديو اللي انا عامله مجرد ريفيو، اللهم الا بس بوريك ايه اللي بيحصل، ايه اللعب اللي بتشتغل، بس اداء الجهاز استخدامه. انت هتشتري الجهاز فهتشتري لنفسك انت، مسؤوليتك الشخصيه انت، مش هتشتريه انت حر. كده حبيت اعمل الفيديو ده اوضح للناس، لان انا قلت لكذا واحد في الكومنت استنى ما تشتريش الجهاز غير لما تشوف الفيديو اللي انا هعمله. تمام كده عرفنا ان الجهاز هتشتري بناء على مسؤوليتك انت. في نهايه الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي كلها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.